اهلا بيكم يا شباب، اتمنى انكم تكونوا كلكم بخير. تعال نشوف السيناريو اللي انا هقوله لكم دوت مع بعضينا كده. لو انا اديتك صوره زي ديت، وقمت جاي قايل لك شيل لي الشيء اللي على الوش دوت. فدي كانت النتيجه، وبعد كده قلت لك طب خد لي الكاركتر ده وخليه ياخد سيلفي في مدينه زحمه في يوم حلو كده. فقام جاي عامل بالشكل ده. بعد كده قلت له خلي لي بقى المدينه دي كلها وكل حاجه فيها تبقى مليانه تلج، وكانت النتيجه كده. تعال اوريك مثال كمان. لو انا كان عندي صوره زي دي، وجيت قلت له طب انا دلوقتي عايزه ان البرد ده قاعد في بار، طب خليهم اتنين، طب الاتنين دول وريهم لي خليهم في سينما، طيب في جروسري شوب، او خليهم يعني يروحوا يتسوقوا، طب خليهم يحتفلوا. واخر حاجه المثال عشان يبقى معاك برضو التكست ده الانبوت، طب غير لي الانبوت دوت وخلي مكانه ات كونتكست. بعد كده غير لي الستيج بس سيب الفونت زي ما هو. طب خلي لي فيه شخص بقى بياخد سيلفي ورا. انت كده شايف الجمال في اللي بيحصل دوت. كل الكلام اللي احنا بنتكلم فيه دوت حاجه اسمها فلكس 1 كونتكست، بس بالكي. تمام. دوت موديل مهمته ان هو بياخد صورة وبيبدأ يعدل عليها باللي انت بتطلبه منه. افضل بكتير من الموجود في شات جي بي تي، بما ان شات جي بي تي بيغير الوشوش وبيغير الاشكال. دوت بيفضل محافظ على كل حاجة. حاليا هو يعتبر افضل حاجة في البنش مارك بتاعت كل المودلز اللي موجودة في الايديت او الكونتكست. فعشان ما اطولش عليك، يلا بينا نبدأ. طب يا سيدي، زي ما قلت لك من الامثله اللي موجوده هنا، هو يقدر يedit اي حاجه انت تقولها له، يقدر يغير المكان، يقدر يعمل يظبط زي ما انت كاتب له بالظبط. ولكن زياده عن الموضوع دوت انه يقدر يغير الستايل. بمعنى لو عندنا صوره زي كوبايه القهوه اللي موجوده هنا، هو هنا يقدر يغير الستايل للشكل ده. فانت عندك القدره هنا انك تغير كمان وتعمل edit للصور. تمام، يعني بتغير الستايل وبتعمل له edit. نفس النظام لو انت عندك كاركتر ريفرنس، تقدر تخليه يعمل حاجه مختلفه. زي ما هو كاتب دلوقتي This woman is now on a skateboarding fish eye perspective، فاداك نفس الحاجه دي بنفس الكاركتر بالظبط. وبعد كده قال له حولها لي اللو بولي ستايل، ونفذ الكلام دوت. نفس النظام بالنسبه للتكست، هو كويس قوي. يقدر يعمل زوم ان، يعني هو هنا عنده صوره قال له طب اعمل لي زوم ان على الورد اللي موجود في الشجره، فبالتالي الديتيلز بقت كويسه جدا. يقدر يغير يعني حد لو باصص الناحيه دي، طب خليه يبص للكاميرا، طب خليه يضحك. صوره مش رياليستيك، طب حولها لي رياليستيك. كاركتر، طب خليه لي الستايل بتاعه زي الصلصال، طب خليه في وضع مختلف. خد الباترن دي واعملها لي تاتو، او اعملها لي مثلا في برواز اللي انت عايزه. هنا بقى واحده من الحاجات الكويسه قوي، الجيبه اللي هي لابساها البنت دي، قال له طلعها لي وحطها لي على باك جراوند بيضه عشان تبقى برودكت. اداها له بالظبط. قال له طب خد بقى ديت واعملها لي على شكل ستاير. فالابلكيشنز بتاعت الموديل دي كويسه جدا جدا جدا. انا متوقع لها انها تبقى حاجه قويه في المستقبل. حاليا انا هقول لك على كل الطرق المجانيه اللي تقدر تستخدم بيه الموديل ده. ولكن في المستقبل هيبقى اصلا في ديف موديل منه، وده هيخليك انك تقدر تعمل الكلام ده كله لوكال عندك على الجهاز. ولكن حاليا هم عندهم اتنين موديل، ماكس وبرو. الاتنين مدفوعين او ليهم اي بي اي تقدر تدفع له فلوس. ولكن في كذا موقع تقدر تستخدم فيه الحاجات دي ببلاش. وانا كده كده بجهز لكم فيديو عن ازاي تستخدم الحاجات اللي بفلوس دي جوه كومفي عن طريق استخدام الاي بي اي. ف يعني لو ما عملتش سبسكرايب، اعمل سبسكرايب وفعل الجرس عشان تشوف الفيديو دوت اول لما ينزل. طيب بالنسبه بقى للجديد اللي هينزل اللي احنا مستنيينه اصلا، هو فلوكس كونتكست ديف. ده لسه كومينج سون. كومينج سون ده يعني هم ما بيطولوش قوي، بس ممكن الاسبوع الجاي ان شاء الله. ده هيبقى الموديل الاوبن سورس، بيعمل نفس الكلام اللي فوق ده ولكن لوكال عندك على الجهاز. حتى الان احنا ما نعرفش هيبقى الريكويرمنت او الامكانيات اللي هيشغلها على الجهاز عامله ازاي، ولكن احنا في انتظار انه يبقى موجود لوكال عندنا على الجهاز. طيب نستخدم بقى الكلام ده ازاي ونبدا نشتغل بقى. في عندك طريقتين تقدر تستخدم بيهم فلوكس كونتكست حاليا، وهي عن طريق البلاي جراوند بتاعتهم. وفي البلاي جراوند هو حاطط لك انك تجنريت صور او انك تيديت صور، تعمل فيل واكسبند. اول لما بتستخدم الموقع ده انت ليك 100 كريدت فري. الجنريت بياخد من 4 حسب الموديل اللي انت بتستخدمه، ولكن هو فرنج 4 ل 8 كريدت للصورة. يعني هتلاقي نفسك بتعمل في حوالي من 10 ل 20 صورة.
ده كده بالنسبه للمكان الاول. المكان التاني عن طريق اوبن ارت فري، احنا هنجرب الاثنين كده كده مع بعضينا. هنا برضو انت ليك 40 كريدت والصوره ب4، فانت ليك 10 صور هنا، استغلهم برضو بما انك بتجرب الموديل. طبعا لو عايز تستخدم الموديل في الشغل بتبدا تشترك في البلان اللي انت عايز تشترك فيها. طبعا هنا زي ما قلنا في عندنا كونتكست ماكس وكونتكست برو، ودي الموديل الكلوز سورس بتاعت بلاك فورست فلوكس 1 برو الترا وبرو، وده الديف بتاعنا اللي احنا بنستخدمه عادي. دول اقوياء جدا جدا جدا، يعني يتقارنوا بجي بي تي 4 وميد جيرني، يعني بالعكس ده هو ممكن يكون في الشارد يبقى اعلى منهم كمان. ولكن اللي احنا هنجربهم هما الاثنين دول دلوقتي. تعال نجرب بقى مع بعضينا ونشوف هنبدا نستخدمهم في ايه. اول حاجه في البروسيس دي كلها هو بيقول لك ضيف صوره. فبالنسبه لي مثال من الامثله اللي انا عايز استخدمها، هناخد الدبدوب اللي موجود في الصوره ديت وهنيجي نكتب هنا وغير لي الباك جراوند وخليه ان هو كانه على رف في محل العاب. تعال ندوس على جنريت. طبعا هنا لو انت دوست على الثلاث نقط ديت هتلاقي ان هو بيقول لك طب انت عايز الاسبيكت ريشيو بتاع الصوره ايه، 1:1 تبقى مربعه او 16. انا خليها 16 سيلها ديفولت ليها. طب انت عايز كام صوره تطلع في نفس الوقت؟ طب انت هنا بص كام صوره تطلع في نفس الوقت، ده انا مخليها 1 علشان نعمل امثله اكتر. وعندك السيفتي توليرنس هنا، لو انت الصوره ما يبقاش طالع فيها حاجه مش محترمه او حاجه قليله الادب، مثلا حد عريان او حاجه زي كده، فانت بتعلي السيفتي توليرنس هنا لحد مثلا ماكس 6، معناها ان هو الصور تبقى امنه تماما. 0 معناها ان هو مقفول وتعمل اللي انت عايزه بيه يعني. فخليها 2 دي زي الديفولت. البرومبت اب سامبلنج دوت بيعمل يعني بياخد الكلام اللي انت كاتبه ده وبيعمل له انهانس، بيطوره. فلو الكلام بتاعك واضح خلاص انت مش محتاج تفتح الجزء ده. بعد كده بيقول لك الاوتبوت انت عايزها جي باج ولا عايزها بي ان جي، فدي برضو ترجع ليك. السيد راندوم، لو عايز تكتب سيد اللي انت عايزه برضو ده ايه ما ليك انت، ده يعني حسب الاستخدام. هو عموما يعني راندوم بيطلع سيد مختلف لكل صوره، انما لو انت كتبت 1 وفضلت تدوس جنريت هيطلع لك نفس الصوره على طول. الصوره بالظبط خدت 6 ثواني. وزي ما انت شايف تعال ندوس بقى ان اكستند هنا، هو قام جاي حاطط الدبدوب بتاعنا على نفس الصوره هنا. ده كده اول مثال. تعال نمسح الصوره بقى اللي احنا اللي معانا ديت. تعال بقى نجيب صوره تانية مكانها. عايز صوره لشخص عشان تعال نجيب الصوره بتاعتنا هنا. وبعد كده في الصوره ديت هنقول له خلي الراجل اللي موجود في الصوره دوت موجود على قمه جبل ولابس لبس تقيل. وتعال نكتب ايه ان كولد ويزر، يعني في جو بارد. وتعال ندوس جنريت. طيب هو هنا انا جربت مرتين جاب لي ايرور بيقول لي كانت سيف اسيتس، فانا قللت الباتش سايز وخليت الاسبيكت ريشيو 1:1 زي الصوره الاصليه بتاعتنا. وتعالى ندوس جنريت ونشوف ده هيصلح المشكله دي ولا لا. من اللي انا فاهمه ممكن تبقى المشكله في ان الشخص نفسه يعني هو ما بيعملش اشخاص، ولكن عشان نجرب نفس البروسيس دي تعالى ندخل هنا جوه اوبن ارت، بنعمل اكونت وبندخل جوه فلوكس كونتكست من الموديل اللي احنا بنستخدمه. اسيب لك اللينك ده في الديسكربشن عشان تدخل عليه على طول. تعالى نحط نفس التكست اللي احنا عاملينه هنا، وتعالى ناخد نفس الصوره بالظبط اللي احنا كنا مستخدمينها الناحيه التانية ونشوف هيطلع لنا نفس الايرور ولا هيعمله هنا شغال تمام. هما الاثنين بيستخدموا نفس الموديل بس موقع مختلف. هنا ممكن يبقى في الموقع دوت برضه احنا عايزين صورة واحدة علشان 5 كريدت بدل ما يطلع لنا يبقى بيستخدم كريدت اكتر يعني. الصورة بالظبط خدت 4 ثواني، ودي كانت النتيجة. الشخصية هو نفس الشخص اللي كان موجود في الصورة ديت، حتى ماسك نفس المج ونفس الحاجة بالظبط. هنا مفيش صور تاني ولكن هو هنا شغال تمام. فممكن تبقى هنا دي مشكلة من الويب سايت، يبقى مثلا تهنيجة فيه او حاجة. فلو الموضوع هنج معاك هنا حاول انك انت تستخدم الموديل التاني. بالنسبة للجودة لو احنا اوبن ايمج ان نيو تاب هنا، هنا ممكن تبقى الكواليتي تحس انها قليله لان هو بيستخدم ديف تمام، ولكن المفروض الكواليتي بيبقى كويس قوي لو احنا بنستخدم ماكس. لكن انت هنا برضو عندك في اوبشن انك انت تعمل اب سكيل باي 2 وتاخد زي اسمه ايه ده، يخلي الوش كويس. لو احنا دوسنا عليه مره ده برضو حاجه كويسه قوي، فهيدينا اب سكيل للصوره وهيخلي الديتيلز في الوش افضل، وفي نفس الوقت بياخد 1 كريدت بس. image has been upscaled اهي. تعالى بقى ندوس كليك يمين open image in new tab المره دي. كده الصوره بقت اوضح، كده التفاصيل بقت افضل. فانت عندك اوبشنز كتير ممكن تجرب بيها هنا في اوبن ارت. تعالى برضو انا عايز ارجع تاني لان انا عايز اشغله هنا بصراحه.
تعال نجرب فيل هنا في اوبشن انك انت تعمل سيلكت على اي مكان في الصوره. يعني مثلا لو انا اخترت صوره زي انهي واحده، اخترت صوره زي ديت مثلا، وقمت جاي عامل سيلكت على الجزء ده، غير التكست لشريف، وتعالى ندوس جنريت. في حاجه صغيره كنت انا نسيت اقولها، فيل ما بيستخدمش كونتكست، فيل بيستخدم الموديل العادي بتاع فلوكس برو، انما لو احنا عايزين نستخدم كونتكست بنستخدمها في ايديت وفي جنريت، فالنتيجه اللي هتشوفوها دلوقتي مش كونتكست. اداك 4 فيريانت منه، يبقى خلي بالك من الجزء ده وحاول تقفله، لان هو بيسحب قوي من الكريدت. هو كده كده هتلاقي الاربعه نفس الستايل، يعني مش هتلاقي منهم ستايلات مختلفه جامد. فانت حاول على قد ما تقدر انك انت تقفل الاوبشن بتاع الفيريانت دوت وتخليهم عدد قليل. المهم دي طلعت بالشكل ده، دي طلعت بالشكل دوت. ولا دي الفكره اللي هو ايه، ازاي تغير التكست. ولكن ده بالسلكت، السلكت بيغير الصوره تماما. لو انا مش عايز اغير الصوره، فانا هدخل هنا في ايديت او في جنريت، وهستخدم نفس الصوره بالظبط. الصوره دي مش محتاج تسلكت، انت هتقول له كده شينج من غير اي سلكت او من غير اي حاجه، فهو هيشوف المفروض كلمه كونف يو اي ويغيرها لكلمه شريف. تعال ندوس هنا، بس زي ما قلت لك افتكر دايما انك تخلي دي واحد، وتعال ندوس جنريت. من الويب سايت نفسه بتاع فلوكس بلاي جراوند ممكن يكون ما بيعملش صور اشخاص، لان الناس دلوقتي هتلاقيها كلها بتجرب وبتجيب، يعني ربنا يلطف بينا، يعني انت عارفين الناس دماغها بتبقى مريضه يعني. انما اي صور غير الصور بتاعت الاشخاص هتلاقيها هنا شغاله تمام. ولو انت عايز صور اشخاص هتستخدم اوبن ارت. ولكن زي ما انت شفت من غير سيلكت ومن غير اي حاجه، شايل كلمه كونف يو اي وحط كلمه شريف. انا وريتك الامثله كتير جدا، يعني انت وخيالك. ولكن انا هسيب لك اللينكات في الديسكريبشن، تقدر تجرب زي ما انت عايز. ابعت لي على الميل هتلاقيه موجود في الديسكريبشن برضو، النتائج اللي انت طلعتها علشان اوريها في الفيديو اللي بعده. ده كده يبقى كل حاجه. ان شاء الله اول لما بيطلع الموديل الديف هنعمل عنه فيديو كبير جدا جدا جدا، لان انتوا عارفين في الاول وفي الاخر احنا قناه بنتكلم عن الحاجات اللوكال وازاي تشغلها عندك على الجهاز، حتى لو الناس اجهزتها ضعيفه، او حتى احنا بنعمل الحاجه ديت لانك انت في المستقبل هتستثمر في حاجه كبيره علشان تبدا تشتغل. بالنسبه للتجارب انت بتجرب على الويب سايتس او بتجرب على الحاجات الصغيره، ولكن هدفنا ان احنا نوصل لحاجه كبيره في الاخر. فلو عجبك طبعا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس علشان كل ما هو جديد. وطبعا عايز اقول لكم الكومنت اللي كانت موجوده في الفيديو الاخير، كانت منها جزء كان بسيطني جدا، ومنها جزء كان يعني سيء. ولكن عايز اقول لكم الجزء السيء دوت شكرا لكم جدا جدا جدا، انتوا خليتوني هكمل في اليوتيوب اكتر واكتر، لان انا مش شايف اي سبب ان هو يخلي البني ادمين دول متعصبه او متنرفزه. اليوتيوب يعتبر بلاتفورم اللي عايز يرفع فيه اي حاجه، بالعكس احنا بنرفع حاجه تعليميه. يعني احنا لا بنرفع حاجه فيها هزل او ما بنرفعش حاجه فيها كوميديا او حاجه. يعني لو انت مش عاجبك الفيديو من اول ثانيتين بالظبط انت مش هتتفرج عليه، او من الصبنيل مش هتتفرج عليه. لكن انك انت تهاجم فيديو بعد ما انت تكون اصلا عمال بتتفرج عليه، ده معلش ده غباء منك. لو انت بتتفرج على حاجه مش عاجباك ما تتفرجش عليها، ده اللي انا بعمله. لو فيديو قدامي كويس بتفرج عليه للاخر، لو فيديو قدامي مش كويس ما بتفرجش عليه. ومش يعني ما عنديش وقت اضيعه ان انا اقوم جاي كاتب له كومنت اقول له ده الفيديو بتاعك وحش. انا شايفها بالنسبه لي انا مضيعه لوقتك انت بصراحه يعني. بس واحب اشكر كل الناس اللي بتدعمني على باتريون، بجد شكرا لدعمكم المستمر، واتمنى انكم تكونوا كلكم بخير ودمتم سالمين.